اليوم راح نتكلموا على أن التميز لابد له من استعمال ومعرفة بعض الأدوات. فأنا في حصة من الحصص كنت تكلمت على استراتيجية اللي سميناها الاس كيو 3 ار. هذه في الحقيقة طريقة فعالة وخاصة في الدول المتحضرة يستعملوها كثير، سواء بالنسبة للأكاديميين ولا بالنسبة للمتعلمين. ما معنى هذه الطريقة؟ يعني نحاول بسرعة نتكلم عليها حتى نربط بالموضوع تاع اليوم. إذا اس كيو 3 ار هي من خلال هذه الكلمات. الاس هي السيرفي، يعني المعاينة والمتابعة. كذلك كيو هي questions، معناتها نطرح الأسئلة. ثم عندي 3 ار معناتها 3 ار وار معنى الاول ار ريدين، والاخير هو ريفيو، والثاني هو معناتها الاستقبال. اذا هذه الطريقه تساعدنا اولا في قراءه الكتب، سواء كتب علميه او كتب ادبيه. ما معناتها ان لما يكون امامي مثلا كتاب او موضوع ما، نحاول أنا أول حاجة لما نقرأها تكون عندي المسح الكامل للكتاب، لأن هذه تعتمد كذلك، هي في الحقيقة عندها خلفية نظرية، هي الخلفية اللي المدرسة الألمانية جشتالت. العقل حتى يفهم ويتعلم لازم تكون عنده النظرة الأولى، النظرة الشاملة. إذا لما يكون عندي موضوع معين، نحاول مثلا إذا كان عندي في كتاب، نحاول أننا نتصفح كل الكتاب، نحاول أن ندي فكرة عامة حول الموضوع. ثم الفكرة الثانية هو أن نحول هذاك الموضوع على شكل مجموعة من الأسئلة. إذا كانت الكتاب على شكل فقرات ومحاور، فتلك المحاور نحاول نرجعها على شكل أسئلة. لماذا؟ لأن احنا العقل البشري والدماغ يتنشط لما نطرح الأسئلة، لما نطرح الأسئلة. نعم، والسؤال هو في الحقيقة هو مثير بالنسبة لي الإنسان المتعلم. إذا تحول إلى أسئلة، ثم بعد ذلك لما نحولها إلى أسئلة ننتقل إلى القراءة، لأن القراءة سنجيب على الأسئلة التي تم طرحها من خلال تصفح الكتاب. ثم تأتي مرحلة أخرى، ومرحلة هذيك اللي تكون هي عبارة عن مرحلة التلخيص، أو بمعنى أن نستقبل تلك المعلومات، نضبطها أو نقراها بصوت، سواء بصوت خافت أو بصوت مرتفع، حتى نثبتها عندي. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة المراجعة، معناتها أراجع ما لخصته وما كنت أجبت الأسئلة التي أجبتها عن الموضوع الذي أريد دراسته. إذا هذه هي طريقة اللي نسموها الاس كيو 3 ار.